ونحن في زمن الفيسبوك وكل شيء مسجل بالصوت والصورة بحيث لا يستطيع الإنسان حتى لو أراد أن يتفصص يواجهه بالصوت والصورة. 6 أشهر. علاش 6 أشهر؟ لأنه ما نجمش نطلبها العام، خاطر بما أنه المدة الكل هي مهلتنا عام. الموعد 23 أكتوبر بالنسبة لنا هو التزام أخلاقي سياسي. كيف النهضة في العام هذا الوحيد اللي مش تجربة مجلس تأسيسي نجم نقولوا للنهضة إذا ما نجحش ما وفاتش بيقاش. ما تحلاش السلطة شوي وتفوتوا لنا العام. واحد 4 سنوات ولا 5 سنوات، عام واحد. إن شاء الله تلتزمونا فترة العام. إذا أحسن في العام هذا تو الشعب مش يجدد له وإنما يزكيه أكثر. وإذا أساء وخان وعوده أو نسيها. ولكن الأستاذ سمير ديلو قال أنه العام ما يكفيش، ربما نزيدوا المدد. لا نحن وعدنا بعام وقعنا عليها، وقعنا وثيقة اللي أشرف عليها الدكتور بن عاشور. إن شاء الله نحن ملتزمون بوعودنا. إن شاء الله وقلناه وأشهدنا عليه ملايين من التونسيين من شمال البلاد إلى جنوبها. ولهذا أنا باش نتوجه تو للتوانسة يعني بكل محبة بكل محبة وبكل وطنية باش نقول يلزمنا هدنة سياسية واجتماعية لنقل لمدة 6 أشهر. علاش 6 أشهر؟ لأنه ما نجمش نطلبها العام، خاطر بما أنه المدة الكل هي مهلتنا عام. يقول لك إيه توعدنا وبعد كده بعد عام باش تفلت وتخلينا في المشاكل أو عطيتنا وعود. 6 أشهر، نقولوا 6 أشهر هدنة سياسية وهدنة اجتماعية لمدة 6 أشهر. بعد 6 أشهر حاسبوني كذبت علينا وموهت علينا وما صار حتى شيء. انا مستعد نعطيكم استقالتي بعد 6 أشهر اذا اتضح اني موهت عليكم وكذبت عليكم. الموعد 23 أكتوبر بالنسبه لنا هو التزام اخلاقي سياسي باش نقولوا للشعب وان ماناش ناويين نشدوا في الكراسي. وخرجت وقتها النكته نتاع الكراسي طفال، معناتها اللي انسان ما يلصقش. هذا كان مهم. الشيء الثاني تحديد موعد 23 أكتوبر كان عنده تأثير إيجابي حتى على النسق نتاع أعمال اللجان، وبان بالكاشف اللي لو كان ما قلناش لازم ما نخرجوا للعطلة لما نكونوا على الأقل كملنا المسودة نتاعنا، كان هذا عنده تأثير. ربما رانا ما كملناهاش المسودة، بحيث يلزم المواطن والمواطنة في تونس تكون متأكدة خلافا لما قيل إلى حدود 2 أو 3 كون الناس هذوما قاعدين يبرولوا ويحكيوا ويخرفوا وحتى استرم الدستور ما تكتب. اليوم عندنا مجلد في الدستور وعندنا 191 فصل باش نبداو نفرزوا وننظفوا ونعاودوا الصياغه الى غير ذلك. لكن ان وقعت الحركه لا قدر الله في ان اخلفت ما سماش طب كبر، لا فائده من التخويف والفزاعه ضد النهضه كيفاش تمشي وبعد ما تلتزمش. نقولوا انت يا شعب كيف ما قلت لبن علي بعد 50 سنه من تجربه قلت للتجمع الدستوري ديجاج. من حقك الان اذا النهضه في العام هذا الوحيد اللي مش في تجربه مجلس تاسيسي نجموا تقولوا للنهضه اذا ما نجحش وما وفاتش ديجاج.